اللي أنا شغال فيها أمن. استغربت جدا إنه بيكلمني في يوم الأجازة بتاعي، وكمان كان أول يوم سحور، ورمضان كان بكرة. ولما فتحت عليه الخط قال لي: أيوة يا تامر، النهاردة تكون عندي في المشرحة. أنا اتفاجئت جدا باللي قالهولي، ده أنا مستنى اليوم ده. رديت وقلت له: إزاي يا دكتور أشرف؟ ما أنت عارف إن أجازتي النهاردة، وكنت عايزة أتسحر مع مراتي وعيالي. رد وقال لي: معلش يا تامر، الموضوع مهم وأنا محتاج لك، ويا سيدي هعوضك مكان اليوم ده بأسبوع كامل. قلت له: تمام يا دكتور، شوية وهكون عندك. دخلت أخدت دش ولبست ونزلت، ركبت العربية بتاعتي ومشيت على المشرحة. ولما وصلت رحت للدكتور أشرف، لقيته كان جامع كل الدكاترة، وكأن في مشكلة كبيرة حصلت. أول ما شافني نده عليا وفض الاجتماع. قلت له: إيه يا دكتور، هو حصل إيه؟ رد عليا وقال لي: هو أنت سمعت عن الجثة اللي اتحرقت جوه الحمام؟ قلت له: هو أنا بس اللي سمعت عنها يا دكتور؟ دي الناس كلها بتتكلم عن الجثة دي. رد وقال لي: الجثة دي هتكون في المشرحة النهاردة، ولازم يكون عليها حماية مشددة جدا، لأن هي خاصة بناس كبيرة.